اهلا بكم على قناة البورصجي. النهاردة انا هتكلم عن السيولة، الليكويديتي، لان الليكويديتي او السيولة هي روح الماركت، هي روح الفوركس تريدنج، هي ده اللي بيحرك الماركت على طول. البرايس بيتارجت ليكويديتي. طيب علشان تماستر تريدنج، عشان تماستر التداول لازم تماستر الليكويديتي. يعني ايه تماستر الليكويديتي؟ يعني تعرف فين مناطق الليكويديتي، فين مناطق السيولة. ومناطق السيولة هي الفلوس اللي على الترابيزة زي ما بيقولوا كده. يعني دي الفلوس اللي موجودة في الماركت. فعلشان تبتدي تعرف تماستر التريدنج لازم تماستر واحد من الاهم الاسباب او من اهم الحاجات اللي بيخلي البرايس يطلع فوق او ينزل تحت او باي او سيل. انك تبقى عارف فين مناطق السيولة، البرايس دلوقتي عايز يروح فين. طيب مناطق السيولة بكل بساطة كده هي بتبقى مناطق بيبقى يا اما سنجل هاي او دبل هاي، دي بيسموها كده ايكوال هاي مثلا، تمام، او بتبقى سنجل لو زي ما انتم شايفين كده، او ايكوال لو تحت. دي مناطق البرايس بيحب يروح يتارجتها. طب يعني هفهم معاكم ايه في الكلام ده. لو احنا في البرايس تريندنج اب زي كده، شايفين ان البرايس طالع طالع، فبيحط دايما في مناطق سيولة هنا ومناطق سيولة هنا. طيب البرايس عايز يعمل ايه؟ دايما البرايس عايز يهانت او دي الليكويديتي، يروح الماركت. فالبرايس عايز يطلع يهانت الليكويديتي اللي هنا ويهانت الليكويديتي اللي هنا حتى قبل ما ياخد اي حركة على فكرة. فانت كل اللي بتعمله ايه يعني انا فاتح الفريم مثلا ده الناسداك على الفور اورز عشان اوريك الماركت بيتحرك ازاي، لان هو مش بيتحرك عشوائي خالص، كل حاجه هنا ليها حاجه. فاللي انا عايز اقوله ان لما بيجي البرايس يهانت ليكويديتي زي هنا، انا هنا بستنى اشوف البرايس هل هو عايز يكمل ولا لا. غالبا لما البرايس بيهانت ليكويديتي زي حاجه زي الايكوال لو اللي احنا شايفينها هنا، دول هحطها بس كده ايكوال عشان الناس تشوفها بالظبط، هم دول الايكوال لو اللي انا بتكلم عليهم. لما شفت البرايس نزل وعمل هانت للايكوال لو اللي هنا، ودي منطقه سيوله، الليكويديتي هنا هكتب عليها ليكويديتي. شايفين دي منطقه ليكويديتي، دي منطقه الناس هنا يعني ايه ليكويديتي، الناس هنا حاطه ستوب لوس، حاطه هنا الستوب لوس بتاعها، وفي ناس كمان حاطه اوردرات هنا. فعشان كده دي منطقه البرايس يحب، شايفين طلع مره واحده يروح نازل عامل هانت للناس اللي حاطه الليكويديتي هنا، يسيب اول ما يخلص دي فيروح التارجت اللي وراه ايه تاني فوق، عامل هنا ريلاتيف ايكوال هاي. فيبتدي البرايس يتحرك لي تاني بعد ما عمل هنا، يتحرك لي في اتجاه صعود، عايز يهانت كمان السيولة اللي هنا. شايفين حتى كمان بعد ما هانت السيولة اللي هنا نزل تاني راح هانت الليكويديتي اللي هنا. عشان دي بس عشان الناس ما تتلخبطش. شايفين دي برضو منطقة سيولة تانية بعد ما عملها حتى وطلع وعمل ليكويديتي، هانت الليكويديتي حتى اللي هنا، نزل تاني هانت الليكويديتي اللي هنا. شايفين عشان كده بقول لكم الماركت ما بيمشيش في اتجاه واحد. احنا ممكن اتجاه صعود، بس شايفين حتى على فريم الفور اورز لا، في مناطق ليكويديتي باينه جدا، ايكوال لو او ايكوال هاي، البرايس يحب ينزل لها، وبعد ما ينزل لها ويطلع يهانت الليكويديتي اللي فوق، وبعد ما يهانت الليكويديتي فوق ينزل تاني. بس دي هنا يعني تبين لك قد ايه ان الليكويديتي او السيوله هي روح الماركت، هي اللي بتحرك كل حاجه قبل حتى ما نعمل اي ترندنج لاي حته. يعني فيري 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 كلير. ارجع للشارتات بتاعتك وشوف الايكوال هاي والايكوال لو، وشوف البرايس ازاي بيأكت عندها. يعني لما يجي هانت حاجه زي كده زي ما انتم شايفين المنظر ده، وبعد كده البرايس رجع لي تاني ليه هنا؟ ما هو لو عايز يكمل كان هينزل يهانت الليكويديتي ويكمل زي ما هنا مثلا شايفين طلع مفيش دروب واحد مره واحده عايز يهانت الليكويديتي لين، وبعد ما عملها راح عكس تاني وطلع لفوق، حتى لو الترندنج اب او داونز. اللي محتاج اي حاجه يكتب لي في التعليقات. بشكركم والى اللقاء.